أهلا بيكم في مطبخ سلوى جودة. أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس، وما تنسوش اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم اجعل يومنا عطر بذكر الله. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ سلوى جودة. يا رب تكونوا كلكم بخير وفي أحسن حال. شايفين السندوتشات الهايلة دي؟ السندوتشات ده هي عاملاها بربع كيلو لحمة مفرومة. بيجي بقى أولادنا يطلبوا مننا بقى سندوتشات برجر، سندوتشات شاورما، وغالبا بيجيبوها من المحلات وبتبقى غالية جدا. احنا هنستبدل بقى الحاجات دي كلها بالوصفة البسيطة دي، ومش هتكلفك كتير، وبجد طعمها هيعجبك قوي. طعمها تحفة. وبعمل بقى جنبها سندوتشات بطاطس مقلية مع كده كاتشب او اي صوص كده من البيت، وبتبقى غدوة تحفة. يلا بينا بقى نشوف السندوتشات الهايلة دي هتتعمل ازاي. جبت هنا اللي هو سخنتها الاول، ونزلت بحبة زيت نباتي وحتة زبدة فلاحي، ويعني سمن بلدي مش الزبدة اللي هي الخام. وعملت بقى يعني بيني وبينكم كده، يعني ما تخلوش الولاد يسمعونا، شوية بصل كتير قوي. زودت شوية في البصل زي ما انت شايفة كده. وهبتدي بقى ايه اشوحه كده، مش هحمره، انا هشوحه بس. ومعايا حشت شوية بصل اهو، هوريهم لك اهم في الكبة. حشت شوية بصل وقلبتهم بحبة فلفل اسود ضروري عشان البصل ريحته ما تغيرش. رش عليه شوية فلفل اسود وقلبيه وسيبيه اهم. حبة البصل اللي مفوضاهم معايا اهم، هنستخدمهم دلوقتي. حبايبي، اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. ما تنسونيش في اللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. واجي بقى ايه، اشوح بقى البصلة بتاعتي. وعلى فكرة انا كنت فارمة في الكبة توم وشلته، وبيتبقى فيها بواقي توم بسيبه مع البصل، لان احنا البصل كده كده بنحط له شوية توم. شوحت بقى البصل شوية، وانا كده مخلية النار متوسطة. بعد ما حطيت البصل كده وسخن شوية، مخلية النار متوسطة. بعد بقى ما البصلة اتشوحت، نزلت بفلفل الوان. ما تستغربوش انا ببقى مفرزاه، فهو دلوقتي هيفك في البصل. ما ينفعش نشيل الفلفل واحنا مفرزينه بره التلاجة، نحطه كده بتلجه زي ما احنا متعودين وهو هيفك. ونزلت كمان بفلفل الرومي البلدي العادي، عشان لو ما عندكيش الوان ما تقفيش. مقطعه شويه فلفل رومي بلدي عادي اهو، حطهم لان الالوان بيبقى غالي شويه. واقلب بقى ال- المكونات بتاعتي. وممكن يا حبايبي نحط برضو فيه فلفل رومي احمر بلدي، ده برضو بيبقى رخيص جدا. ممكن نقطعه ونحطه بدل الفلفل الالوان، عشان ايه يعني ما تكلفيش نفسك زياده. وممكن ابشر جزرة، بتخلي طعمها حلو قوي. وعلى فكرة برضو عايزة اقولك يعني ايه، بلاش تزودي قوي في الفلفل عشان ايه طعمها ما يغيرش. يعني على القد كده، ممكن مثلا من كل حاجة مثلا نص فلفلة، لان الفلفل الالوان بيبقى كبير. وواحدة فلفل رومي او اتنين لو صغير. وبعد بقى ما شوحت، على فكرة هو البصل لونه مصفر بس الكاميرا هي اللي مش ظابطاه. نزلت بقى بحتة اللحمة بتاعتي الربع كيلو، برضو معلش هي كانت متفرزة. بحطها وهتفك دلوقتي، هتبقى زي الفل، ما تقلقيش خالص. يعني لو مستعجلة وطلعي من عندك لحمة متفرزة، ما تقلقيش، حطيها كده وهي هتفك. وانزل بقى بحبة البصل اللي انا كنت حطاهم في الكبة اللي عليهم الفلفل الاسود، واقلبها واغطيها. هي كده دلوقتي هتفك وتبقى زي الفل. على فكرة انا دايما كده، يعني بكون مستعجلة وبطلع اللحمة بعملها بنفس الطريقة، بس بقى بغطيها وهدي عليها النار خالص. السخونية دي هتفكها. بص فكت ازاي، فكت خالص اهي، ما خدتش وقت على فكرة. واقلبها بقى كده شوية،
واكون مقطعه طماطمايه متوسطه قطع صغيره قوي. نزلت بحوالي نص معلقه صغيره توم مفروم. انتوا شفتوا التوم وهو نازل فوق الطماطم؟ ده اللي انا كنت فرماه قبل البصل. بسيب شويه كده مع البصل وبحوش حبه بحطهم بعد ما نزلت بالطماطم اهو، وممكن بعد ما نزلت بالبصل التاني اللي هو بالفلفل الاسود ده انزل بيهم، مفيش مشكله. وبقى ايه، اقلبهم واغطيهم واهدي عليهم برضو النار خالص واسيبهم. اللحمه بتاعتي استوت والبصل استوى. وعلى فكره اللحمه المفرومه ما بتاخدش سوا كتير عشان ما تغيبهاش، وفي بشوف ناس يزودوها ميه. هي مش محتاجه ده كله، ده فتافيت صغننه كده والبصل متشوح ومستوي من الاول. واجي بقى خلاص كده حاجتي كلها استوت، وضروري تدوقي الحاجه كلها تتاكدي ان هي استوت خالص. وعلى فكره انا بحطها على العين الصغيره خالص وهدي النار واغطيها، البخار بيسوي كله. اجي بقى للتوابل اللي هتودي بقى طعم ال الوصفه بتاعتي المكان تاني. شايفاه انا نزلت يعني على حرف المعلقه قرفه وبهارات لحمه وكبابه صيني. انتوا شفتوا المعلقه على حرف المعلقه عشان احتفظ بطعم اللحمه. كتر البهارات بيغير لي طعم اللحمه. وبالنسبه للكبابه الصيني بتودي الوصفات دي لمكان تاني خالص، طعمها بيبقى تحفه. انا بجيبها كده زي الفلفل الاسود واديها تحميصه خفيفه قوي، اطلع منها الرطوبه واطحنها واحتفظ بيها. ففي بعض وصفات كده ما بنستغناش عن الكبابه الصيني، وهي مش غاليه على فكره. واقلبهم بقى تقلبتين كده يتشبعوا من بعض، واظبط الفلفل الاسود والملح ضروري، واطفي عليهم واغطيهم واسيبهم بقى كده ايه ياخدوا من التوابل شويه. الخطوه دي على فكره مهمه قوي وبتظبط طعم الاكل قوي. يبقى اغطيها واسيبها كده شويه كده تاخد من التوابل اللي احنا حطيناها. ولو تلاحظوا انا حطيت التوابل في الاخر عشان التوابل لما بتغلي على النار ريحتها بتروح عشان تحتفظ بطعمها. وحقيقي طعمها تحفة، بجد جربوها، طعمها تحفة تحفة تحفة، هتعجبكم قوي. واكون بقى مجهزة العيش الفينو، عايزة بقى تجيبي عيش فينو عيش كايزر براحتك خالص. وانا كنت عامله لكم صوص الجبنه الشيدر قبل كده على على القناه، هحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هي دي الجبنه اللي انا حطاها. وبجد هتاكلوا اجمل سندوتش بربع كيلو لحمه، يعني على حسب ظروفك، ربع كيلو 300 جرام، اي حته لحمه مفرومه عندك كده هتأدي الغرض. وانا بقى فتحت العيش، يعني هو الموضوع مش محتاج تصوير. فتحت العيش وحشيته بالخلطة الجميلة اللي أنا عاملاها دي، وحطيت عليه الصوص الجبنة الشيدر. وبألف هنا وشفا ليكم، يا رب الوصفة تعجبكم وتكون موفرة بالنسبة لكم. أستودعكم الله وأشوفكم على خير في وصفة جديدة من مطبخ سلوى جودة.